الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبلغ سرعة الغزالة حوالي 90 كيلومتر في الساعة، وسرعة الأسد حوالي 58 كيلومتر في الساعة، ورغم ذلك فإن الغزالة تسقط فريسة للأسد. هل تعلم لماذا؟ لأن الغزالة عندما تهرب من الأسد تؤمن بأنه مفترسها وأنها ضعيفة مقارنة بالأسد، فخوفها يجعلها تكثر الالتفات للخلف لتحديد المسافة والفارق بينها وبين الأسد. فكم من الوقت التفتنا إلى الماضي فافترسنا بإحباطاته وهمومه وعثراته، وكم من خوف من عدم النجاح جعلنا نقع فريسة لواقعنا، وكم من إحباط في داخلنا جعلنا لا نثق بأننا قادرون على النجاح وتحقيق أهدافنا، وقتلنا الخوف في داخلنا. التفت إلى نفسك وانظر إلى القوة لديك. التفت إلى نفسك وحاول تحدد نقاط القوة والإيجابية لديك وتعززها حتى تصبح ناجحا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.